بسم الله والصلاة والسلام على الرسول. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهارده جايه لكم بقى بصينيه جلاش عسل بالكريمه الكدابه وبالفستق الكداب. طبعا الفستق الكداب انا عاملاه فيديو معاكم في رمضان. وهنا طبعا عملت صينيه الجلاش كده بالكريمه من طقطق لسلام عليكم، حاجه كده على قد الايد وموفره. عيد ميلاد حفيدتي بقى، وقالت لي لا يا تيتا انا عايزاكي تعملي لي الجلاش. قلت لها عينيا ليكي. بصوا حاجه كده عسل. طبعا كل مكوناتها موجوده في البيت، هو الجلاش بس اللي جبناه من بره. طبعا اللبن والنشا والسكر والفستق الكداب عندنا، كل حاجه عندنا. ودايما يا رب يكون الخير كله في بيوتكم وفي بيوتنا يا رب. هتسموا الله ونصلي على الرسول ونخش نشوف المسلم بتقول ايه. بس انا يا حبيبتي عندي لفه جلاش، اللي هي اللفه الكبيره مش اللفه الصغيره. قبل ما اعمل اي حاجه هنسمي الله ونحط كوبايه سكر ونص كوبايه ميه مجموعه وعصره ليمونه، ونولع عليها. ما تقلبهاش خالص عشان ما تسكرش منك. تولعي عليها على نار واطيه كده مع نفسك. هنا نبتدي نعمل الكريمه. كوبايه لبن، طبعا على حسب اللي انت هتعملي. لو هتعملي اكتر اعملي، لو هتعملي صينيتين هتعملي كده براحتك. هنا كوبايه لبن على قد المقدار ده حلو قوي، واربع معالق نشا. وهنا حطيت معلقتين سكر عشان الاطفال طبعا بيحبوها محليه ما تبقاش ماسكه خالص. وحطيت معلقه كريم جانتيه واقلبها جامد. هنا اهو حطيت معلقه كريم جانتيه، هقلبها جامد جامد قبل ما ارفعها على النار. ومعلقه لبن بودره، طبعا ظبطتها علشان تبقى ايه حاجه كده فاخر من الاخر. حطيت لها الفانيليا، اقلبها جامد بقى كده واطلعها على النار. بس وهي على النار ايديكي فيها، تفضلي تقلبي فيها عشان ما تكلكعش منك. طبعا احنا عارفين النشا بتكلكع منك المهلبيه لو انت ما خدتش بالك. هي زي الفل. سبتها تبرد ونبتدي بقى نعمل ايه؟ صينيه الجلاش. انا عندي صاج الميكرويف زي ما انتم شايفينه كده، ده بستعمله طبعا للجلاش، الحاجات اللي هي بتحتاج الصاجات اللي هي المربعه عشان ما عنديش صواني مربعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا كده اديله سمنه وهرص الجلاش. انا ما برصش ورقه ورقه، برص ورقتين ورقتين، وبين الورقتين والورقتين بدهن سمنه زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي معايا لحد هنا يعمل لايك وشير الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. واللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي نسيت تعمل لايك تعمل، تفرح ام مسلم. شفتوا شايفين كده؟ بين كل ورقتين احط بالفرشه سمنه عشان ما تبقاش تقيله كده ومنغنغه سمنه منك. للي ما يعرفش عيار السمنه، طبعا انا حاده الورق وعارفاه، فبحط نص الطبقه تحت ونصها فوق. هنا ابتديت احط الكريمه. بصوا ما شاء الله، لازم توزعيها بقى عشان ما يبقاش حته فيها كريمه وحته لا، زي ما انتم شايفين قدامكم كده. طبعا فضيتها كلها، ما بسيبش ولا فتفوته فيها. احنا اولى بالحاجات دي كلها، حاجات متكلفه وحاجات زي العسل صراحه. اللهم بارك. فردتها كده بالسبتشوله. طبعا انا مولعه الفرن عشان تبقى انتوا عارفين، عشان يبقى سخن، عشان الجلاش لازم يخش على فرن درجه حرارته عاليه عشان ما يقززش منك. يعني يقزز ينشف منك. فانا عايزين نار عاليه تبقى ايه تنجزك كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي نسيت تحطي اللايك تحطي اللايك بقى وتسمي الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا لو عندك لقيتي ورق جلاش مقطع، حطيه في الوسط ما تخافيش. المهم الورقه اللي فوق تبقى سليمه واللي تحت سليمه، عشان وانتي بتقطعيه ما يتهربدش منك. يعني لو عندك ورق مقطع ممكن تدوقيه، ما تقوليش هعمله ازاي. تحطيه في وسط الصينيه. بص الصينيه المطاوله دي بتريحك ازاي. لو في صينيه مدوره لازم تحطي وتحردي وتعملي موال كبير. هنا بقى عايزه تقطعيه سمبوكسات اعمليه، عايزه تقطعيه يعني قطع كده مربعه براحتك. طبعا انت استاذه في مطبخك وتعملي كل شيء كويس. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب. طبعا اتمنى تخشوا تمروا كده مرور كريم في قناتي وتقولوا لي رايكم ايه. ورايكم يسعدني وعلى راسي وما تحرمش منكم ابدا. دايما كده منوريني. بص ما شاء الله، طبعا انت بتقطعي بالمقاس اللي انت عايزاه. ما اقدرش اقول لك مقاس قد ايه، المقاس اللي انت تحبيه. في ناس بتقطع القطع كبيره براحتها، بتقطع قطع صغيره براحتها برضه. طبعا دي حاجتك انت اللي هتاكليها. احنا بندي المعلومه لبعضينا، وانت في الاول والاخر انت سيده مطبخك وبيتك. هنا بنحط السمنه على الوش اهوت وادخلها الفرن. بصوا اللهم بارك، عسل بقلاوه. هي صح اسمها بقلاوه وهي بقلاوه. طبعا انا محضره الشربات بارد مش سخن. وادي الفستق الكداب يا ولاد اللي انا عاملاه معاكم. هنا نرش الشربات كده
وهي الصينيه لسه طالعه من الفرن. ليه؟ الشربات بارد، ما ينفعش نسيب الجلاش يبرد. حاجه سخنه، الشربات سخن، هي الجلاش سخن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب عشان القلب يطيب يا جماعه. كده رشينا اهوت. احنا مش عايزين نبالغ في الشربات عشان مبقاش معسله قوي وفي الاخر ما تتاكلش، خساره. والسكر غالي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا الفستق بقى بتحطي على كل قطعه حبه كده، يبقى زي الفل. عايزه تحطي مكسرات حطي، عندك جوز الهند طبعا، الحاجه اللي بتحبيها يعني، مش شرط انت تحطي اللي انا حطاه. انا بوريكي بس انا عملت ايه، وانت طبعا تعملي احسن مني.